دكتور، هو ازاي الوسواس ممكن يدمر علاقة؟ بكذا طريقة. خلي بالك ان الشخص النمطي ده ممكن ينجذب لشخصية عشوائية، لان بيلاقي نفسه في العشوائية دي. الله، ده مزاج حلو، تنطيط وبتاع، فده حلو نعمل رحلة سوا. لكن لما نتجوز ما يستحملش ان البيت يبقى عشوائي، وما يستحملش ان اللي قدامه تقول له مثلا هاجي لك بعد الظهر، وبعدين تبقى بعد الظهر دي بالليل. بالنسبة له المواعيد أساسية. بالنسبة له ممكن تبقى العلاقة مش متكافئة، لان هو نمطي ومنظم وعايز كل حاجة مظبوطة، وهي الناحية التانية ماشية على حسب الأهواء، على حسب ما هي حابة تعمل ايه، او على حسب ما هي مستلطفة ايه. حتى لو كانت شخصية ما تملش ناحية العشوائية، بس العادي بتاعنا ان احنا بنقبل اخطاء بسيطة. العادي بتاعنا ان احنا ممكن ننسى حاجة. العادي بتاعنا ان احنا ممكن ما ناخدش بالنا. لكن مع الشخصيات النمطيه اللي عندهم وسواس، الموضوع ده بيبقى يعني مدمر. يعني ايه قلت جايه الساعه 5 جيتي الساعه 5 ونص، فتبقى خناقه. والغريب بقى، او يعني المتوقع، هو بيبقى غريب بالنسبه للناس، بس بالنسبه لنا احنا متوقع ان الخناقه بتبقى عنيفه جدا على سبب هايف جدا.